ثواني كده هجيب السي في بتاعك اشوف كان فيه ايه. قلتي لي اسمك ايه؟ مكتوب في السي في بتاعك ان انت ساكنه في التجمع، بس للاسف فرع الشركه في الشيخ زايد. انا اتواصل معاكي في اقرب وقت. اما نشوف اللي بعده. انا شايفه انك اوفر كواليفايد ما شاء الله عليك، بس احنا للاسف في رينج المرتبات عندنا اقل من الشركات التانيه شويه. نشوف اللي بعده. انا شايفه انك حامل، يعني كلها كام شهر وهتحتاجي اجازه. للاسف سياسه الشغل عندنا مش بتسمح بالاجازات الطويله زي اجازه الوضع اللي بالنوع ده. نشوف اللي بعده. السي في بتاعك هايل بجد، بس للاسف الشركه حاليا مش بتعين غير موظفين رجال علشان مواعيد الشغل والالتزام والجديه، والشغل عندنا بيتطلب حركه ومجهود كبير. ثواني يعني ايه يا استاذه محتاجه اجازه؟ رجلك محتاجه تتجبس، اتفضلي جبسيها وتعالي الشغل عادي. كفايه تهريج بقى، ده انا مره رحت جبست ظهري وجيت الشغل عادي. دلع موظفين. ودي كانت معاناه الموظفين مع الاتش ار. تحس ان هم قبل ما يتعينوا لازم ياخدوا كورسات رخام، لازم يخرج الموظف عن شعور. يعني جايبني الانترفيو وانت ما قريتش السي في بتاعي علشان تعرف انا ساكنه فين وهتشغلني فين؟ موظفه تبقى خبرتها كبيره وتعرض عليها مرتب اقل، تعمل انترفيو مع بنت وانت عايز تعين ولاد، تبقى ماشي بتعرج في الشركه بس مستحيل تاخد اجازه. ولو حامل مالكيش شغل عندنا. تفضلوا تضغطوا الموظفين البنات في الشغل، ولو اشتكوا تقولوا شوفوا بيتدلعوا ازاي، اخرهم البيت. اصل ما بيستحملوش زي الرجاله، وهو اصلا شغل ما يستحملوش اي انسان. اكتبوا لي في التعليقات الاتش ار بيعمل معاكم ايه، ولو الاتش ار بتاعكم كويس اعملوا له منشن.